والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومجلس عقد المجلس الإقليمي لطنطان دورة استثنائية بمقر عمالة إقليم طنطان في يومه 3/7 نوفمبر 2023. وعرفت هذه الدورة العديد من النقط المهمة، والتي كان من بينها النقطة حول اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز تأهيل المراكز القروية بالإقليم طنطان بتكلفة ديال 6 مليار ديال السنتيم. وهذه الاتفاقية هي في إطار برنامج متكامل لتهيئة جميع الجماعات الحضرية والقروية، واللي كان هناك البرنامج الأول اللي راه في الطريق ديالو، البرنامج الاستعجالي من أجل تهيئة مدينة طنطان ومدينة الوطية. وهذه الاتفاقية جاية في إطار هذه الاتفاقيات من أجل كذلك أن مراكز قروية يكون عندها النصيب ديالها. وإن شاء الله هذه الاتفاقية اللي تخلي إن شاء الله إقليم طنطان يكون فيه واحد النهضة وواحد التغيير كبير اللي باش يعود كيف الأقاليم الأخرى ديال المملكة، لأن إقليم طنطان كيف اللي يعرف الجميع عرف تأخر كبير في هذا النوع من المشاريع. كنا اليوم بصدد عقد دورة استثنائية في المجلس الإقليمي لإقليم طنطان بعدما توصل المجلس بحصته من القيمة المضافة متعلقة بميزانية السنة المالية سنة 2024، والتي تم خلالها المصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية سنة 2024. كما تم الاتفاق والتوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تهم تأهيل وتطوير العالم القروي. هذه الاتفاقية أبرمت مع وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، واللي المجلس الإقليمي شريك فيها. هذه الاتفاقية تسعى إلى تأهيل الطرقات والأزقة والفضاءات الخضراء بالعالم القروي، وهي تدخل في إطار الاختصاصات الذاتية للمجلس. واهتمامنا اليوم بالمجال القروي لا يعني على أننا أهملنا المجال الحضاري، كاين مجموعة من الاتفاقيات إن شاء الله الأخرى اللي غتهم المجال الحضاري، وإيدينا دائما مفتوحة للمجال الحضاري، ولكن الآن كنحاولوا نمارسوا الاختصاصات الذاتية ديال المجلس اللي هي تأهيل العالم القروي، واللي كتماشى مع الخطابات الملكية التي تسعى إلى تنمية العالم القروي. بالنسبة للميزانية المخصصة لكل جماعات ماشي احنا اللي خصصناها، بناء على دراسات قامت بها وزارة التجهيز والإسكان وسياسة المدينة، قامت بدراسات الجماعات، كل من جماعة قروية وزيارات ميدانية، ويتم من خلالها تخصيص المبلغ الخاص لكل جماعة بناء على الكثافة السكانية، بناء على الحاجيات اللي كتحتاجها. أما المجلس الإقليمي مساهمة المجلس الإقليمي 15 مليون ديال الدرهم، فوزعها بالتساوي على جميع الجماعات القروية. كل جماعة قروية خصص لها 30 مليون درهم في إطار العدالة المجالية وباش ما يشوف علينا هذا الشيء. عقد المجلس الإقليمي لطنطا اليوم واحد الدورة استثنائية اللي همت مجموعة من النقط. النقطة الأولى تمت الدراسة والمصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2024. تمت المصادقة بإجماع. النقطة الثانية تمت دراسة ومصادقة على واحد الاتفاقية بين المجلس الإقليمي وجماعة أبو الطيح من أجل بناء مقر ديال الجماعة. تم كذلك المصادقة على هذه النقطة بإجماع. والنقطة الثالثة همت المصادقة دراسة والمصادقة على واحد الاتفاقية من أجل تأهيل المراكز القروية لجميع الجماعات ديال الإقليم، واللي تمت مساهمة المجلس الإقليمي بواحد 15 مليون ديال الدرهم مقسمة على أشهر مع 3 سنوات مع وزارة الإسكان. والنقطة الرابعة هي تمت برمجة جزء من الفائض الحقيقي للمجلس اللي تمثل بواحد 200 ألف درهم من أجل شراء المواد الأولية لصناعة لخياطة الخيام، شراء المواد الأولية اللي كتتعلق اللي غندفعوا إن شاء الله المجموعة من التعاونيات واللي كتتعلق بالزرابي والخيام اللي غنحتاجوها إن شاء الله في الموسم ديال إقليم طنطا. سي مهدي، ما هو الجديد الذي تحمله الأوراش هذه المرة؟
الاوراش ان شاء الله هذه المره احنا كنا تكلمنا عليها في الدوره السابقه، واللي حكينا اولا رفضنا هذاك العدد اللي عطاونا ديال 731، واللي طلبنا الزياده لان عطينا مجموعه من طلبنا منهم مجموعه. علاش بداو بهذا العدد بالضبط 721؟ الا كان قلنا بانه الا كان عندنا بالنسبه للعطاله، احنا بالنسبه للاقليم مجموعه من العطاله كاينه فيه البطاله، ولا كاين مجموعه قلنا لهم شنو هي المعايير مثلا اللي عطونا هذا العدد اللي نقصوا لنا واحد 200 اذا، ولكن الوزاره الوصيه عطاتنا واحد انها تعطينا هذه 200 عن طريق لانابيك. اذا الاوراش نتمنوا انها تسري المساء الاول، الاجتماع الاول راه ناقص، السيمانه الجايه ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله ربما طلب العروض ديال الجمعيات والتعاونيات، نتمنى انه هذاك الوعد اللي تعطاتنا من طرف الوزاره انها توفي به، ونتمنوا انه هذا العدد الجاي ان شاء الله انه يمس الشريحه اللي ما استفدت المره الثانيه لا من الجمعيات ولا من التعاونيات ولا من المستفيدين، ونتمنوا ان هاد المستفيدين ولا الجمعيات ولا التعاونيات يكونوا في المستوى اللي احنا طلبناهم باش يكونوا فيه، باش يصوب، باش نكونوا ان شاء الله عبره احنا في اقليم طنطا ونقدموا خدمات اللي تعود بالنفع على الاقليم. وشكرا.